مساء الخير عليكم. النهاردة مش هحكي لكم قصة شارع، لا هحكي لكم عن شخصية تسمى على اسمها شارع في مصر. الشارع اسمه شارع عائشة التيمورية في منطقة جاردن سيتي. الشارع دون موقعه بيمتد من النيل للقصر العيني، واحنا عارفين ان منطقة جاردن سيتي تعتبر من ارقى المناطق في القاهرة، وكان زمان بيسكنها الطبقة الراقية من قرايب الملك والبشوات وقرايب الأجانب والإنجليز. والشارع ده كان زمان كان اسمه شارع الوالدة باشا، اللي هي أم الخديوي إسماعيل اللي كانت معروفة باسم أم المحسنين، وبعد الثورة اتسمى باسم شارع أمريكا، قارة أمريكا اللاتينية، واتغير لعائشة التيمورية. نرجع بقى لشخصية عائشة التيمورية. اتولدت سنة 1840 من عيلة من طبقة أرستقراطية. آه، والدها أبوها إسماعيل باشا تيمور، ضابط كردي كان مع محمد علي وشاركوا في القضاء على المماليك، وبعد كده اتعين بقى رئيس القلم الأفرنجي في ديوان الخديوي، حاجة كده زي منصب وزير الخارجية. وكان بيعرف إنجليزي وإيطالي وفرنسي وفارسي وتركي، وطبعا بالإضافة للعربي الأساسي، وكان بيتقنهم جدا. بعد كده بقى رئيس ديوان الخديوي في عهد عباس حلمي الثاني. العيلة دي الأول كانت مستقرة في منطقة درب سعادة قريب من الخليج المصري. المنطقة دي كانت كلها قصور، كان كلها قصور، لكن بعد ما اتردم الخليج اختفت القصور وبقت منطقة عادية. منطقة درب سعادة دي كانت مليانة بالمدارس والصحف، ومنطقة لإصدار الصحف. يعني كانت منطقة تعتبر ثقافية، مركز ثقافي في القاهرة وقتها. اسم عائشة التيمورية، هي كان الناس ساعات بيعرفوا معروفة باسم ياسمين. هي لما اتولدت حصل خلاف بين والدها ووالدتها. والدها كان عايز يسميها عائشة، والدتها كانت عايزة تسميها عصمت. المهم ان الاتنين اتفقوا مع بعض، خلاص احنا نسميها في البيت عائشة، في البيت عصمت، اسف جدا، في البيت عصمت، وبره البيت عائشة، وندلعها باسم ياسمين. وكان طبعا زي أي ست وقتها كانوا بيأهلوها إن هي تبقى ست بيت في وقتها، ست بيت يعني تتقن الطبيخ، التطريز، تتقن حياة الأسود وإتيكيته في الحرملك. بعد ما كبرت شوية والدها إسماعيل باشا تيمور حس فيها إن بيميل للشعر والأدب والقراية والقراية، فحب يعلمها. وقتها ما كانش في مدارس للبنات غير مدرسة القابلات اللي كان عاملها محمد علي. راح جاب لها مدرسين في البيت، مدرس لتحفيظ القرآن، ومدرس يعلمها الشعر والأدب والنحو والبلاغة، وطبعا ومدرس يعلمها الفارسي والتركي. وبعد كده أتقنت الشعر وأتقنت الأدب، وكان ليها ديوان مشهور جدا معروف جدا اسمه ديوان، ده من أهم أعمالها، اسمه ديوان حلية التطريز. عائشة الأخت الكبيرة لأحمد باشا تيمور. أحمد باشا تيمور ده كان معروف بالتحقيقات الإسلامية والتاريخية، وكان عنده مكتبة تاريخية ضخمة جدا جدا جدا، اداها بعد كده لدار الكتب المصرية. وهي عمة الأديبين محمود تيمور ومحمد تيمور، يعني عيلة مثقفة جدا، غير إنها عيلة أرستقراطية. بعد كده اتجوزت توفيق الإسلامبولي وسافرت معاه الأسيتانا، ورجعت بعد وفاته مصر طبعا سنة 1902. أتمنى إن القصة عجبتكم والحكاية عجبتكم النهاردة، وشكرا.